السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا أهلا بيكم يا سادة، تحياتي ليكم. والنهاردة بعد ما تصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم ونقول بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، النهاردة هنتكلم على موضوع مهم جدا، وهو خاص بإزاي الفيديوهات بتاعتنا على التيك توك تعمل اكسبلور. وركز بس شوية عشان هنضرب لكم كده أمثلة حية لهذا الموضوع. طيب ده الاكونت الشخصي بتاعي، وهقول لكم بقى ليه الفيديو. هتلاقي الفيديو اللي انت شايفه دلوقتي، اول فيديو على ايدك اليمين، وصل الحمد لله ل 19 مليون و700 الف. قولوا ما شاء الله لا قوة الا بالله. الفيديو الثاني 2 مليون و900. الفيديو الثالث 2,700 ما شاء الله لا قوة الا بالله. هتلاقي الفيديوهات الثانيه في الاكسبلور. في فيديو هنا كده اللي هو اللي انا هتلاقيه دلوقتي، اللي افتح لك الفيديو ده اللي هو لسه جديد، شوف ميعاده امتى، هتسمع معايا واقول لك ليه الفيديو ده وصل لغايه دلوقتي من تقريبا من يومين دلوقتي وصل مليون و700 الف. الناس اللي كلموني وعايزين يخشنوا الصوت، عاوزين يوصلوا لأعمق نقطة قرار داخل طيب ده دلوقتي من 4 ايام، زي ما انتم شايفين من 4 ايام وصل لمليون و700 الف. وهقول لكم ليه الفيديو بيطلع اكسبلور، وركزوا معايا انا بتكلم على حاجات عمليه جدا. نكمل الفيديو وبعدين هرجع معاكم اقول لكم ليه الفيديو ده وصل خلال 4 ايام مليون و700، ونرجع للفيديو التاني اللي اتكلمنا عنه اللي هو 19 مليون و700 الف. الصوت. اعمل التمرين ده معايا وجرب واحدة واحدة عشان توصل للمستوى اللي انت عايزه. ما تنساش بقى ايه، اعمل معايا الفيديو ده بالظبط، ومش عايزك تضحك وركز معايا. نكمل الفيديو. تبقى طالعة من جوه. اعملها من 5 ل8 مرات يوميا مع قراءة نص تستخدم فيه التخيل الصوتي. الناس اللي كلموني وعايزين طيب كلام جميل جدا، كلام معقول. ما اقدرش اقول حاجه عنه، لكن في النقطه في الفيديو ده تحديدا خلينا بس نركز هنا ان هيظهر بقى ايه. طيب اول حاجه العنوان، ركز قوي معايا في الكلام اللي هقول لحضرتك عليه ده. العنوان لازم يشد، ويكون برضو العنوان جزء من المحتوى. ما ينفعش نعمل عنوان واو ويكون المحتوى مختلف عن العنوان. لو صوتك ناعم وعايز تخشنه، هنا تخشنه نقصد بها الصوت. طيب طبعا انتوا لو فتحتوا لكم الكومنتات هتلاقوا بقى شتيمه بقى، والناس بتتريق وناس بتتنمر، مش مشكله. لكن هل الحاجات دي علميه؟ حاجات علميه فعلا، حاجات مدروسه، حاجات الناس اللي هم بيشتغلوا في الخاص في المسرح والاذاعه والتلفزيون بيتدربوا عارفين الحاجات دي حاجات علميه جدا. لكن العامه عارفين ان الحاجات دي ممكن تكون بالنسبه لهم حاجات غريبه، لكن دي حاجات علميه. طيب يبقى اول حاجه لازم تعمل عنوان يشد. ركزوا بس معايا، انا بتكلم هنا بقى مش مجرد نعمل ايه لايكات وسبسكرايب، ده ما يمنعش برضو. يعني اعملوا معانا سبسكرايب وكومنتات بتاعتكم، ويا ريت تشير للفيديو علشان الفيديو يعني يوصل لاكبر عدد من المتابعين. لان طبعا انا عارف ان منصه التيك توك من المنصات القويه اللي بتشهر الناس، ويكون يعني نسبه الوصول للناس للعامه نسبه كبيره جدا. يبقى اول حاجه الفيديو بتاعك حتى لو الفيديو طويل مش لازم يبقى قصير. كنا بنقول في الاول يبقى 5 ثواني 7 ثواني 10 ثواني، لكن دلوقتي بنوصل ل 10 دقايق. ممكن يبقى طويل برضه بيعمل اكسبلور وبيوصل لعدد يعني انت هنا عدد اللايكات كام؟ 57,000. الكومنتات 6,648 واكتر من 39,500 شير. اللهم بارك يعني في 4 ايام. طيب فاحنا هنا بنتكلم اول حاجه عنوان يشد، والعنوان يعبر عن المحتوى. طيب النقطة التانية يا عم الحاج وتيدي، النقطة التانية ودي نقطة في منتهى الأهمية، إن حضرتك هتدور على محتوى يميزك، محتوى تتخصص فيه، مش هتنقل فيديوهات من واحد. طب كويس قوي. طب أنا والله المحتوى بتاعي على الماركتينج، على التسويق، المحتوى بتاعي عن التخاطب، المحتوى بتاعي عن اللغة العربية، المحتوى بتاعي عن اللغة الإنجليزية. فهتلاقي ان المحتوى اللي انت بتتميز بيه اعمله بطريقة تكون شوية كرييتيف، فيها ابداع، شوية غريبة. طيب انا بتكلم على ايه؟ اما نرجع هنا نشوف المحتوى بتاعي. المحتوى بتاعي استشاري بناء الثقة بالنفس امام الجمهور، استشاري مشاكل الصوت. حلو قوي. انا مش متخصص تخاطب، لكن بدرب المذيعين وبدرب الناس اللي بتقف على المسرح وبدرب الناس اللي هي بتقف كبابليك سبيكينج. فالحاجات الصوتيات دي مهمة. فرحت تناولت الفيديوهات الخاصة بجهاز النطق
وبالصوت ومخارج الحروف بطريقه الناس حاسه ان هي غريبه، بطريقه جديده. ما انا ممكن اقول يا جماعه يلا بقى اثناء الصوت ارفعوا اصواتكم وخلصت، او لون صوتك، لكن انا بستخدم التلوين الصوتي باداء هو طبيعي ان انت تعمله اثناء التدريب، فالناس شايفه ان الفيديو نفسه غريب، فعشان كده بيطلع اكسبلور. تعال نشوف الفيديو ده اللي هو مثلا عمل 19 مليون و700 الف. هتشدها؟ ما حدش يتنمر عليه ويقول لي مناخيرك طويله يا دكتور. ماشي طويله، انا عارف انها طويله، بحبها. ده هيساعدك على التنفس السليم. هتشدها؟ طيب الفيديو، طب خلينا نتكلم على اساس المعلومه. يعني لما انت ترجع للناس اللي هم متخصصين في الطب والحاجه يقول لك ايوه المعلومه دي صحيحه عشان الجيوب الانفيه. وفي ناس كتيره جدا لو فتحت لك الكومنتات هتلاقي رغم الناس تقول لك لا لا لا، هتقول لك لا، في بعض الناس وناس كتير جدا احنا جربناها نفعت معانا، لا فعلا تفرق كتير جدا. فهي فكره ان انت تشد من جربها وانت بتسمعها دلوقتي، يلا شدها يمين شدها شمال واعمل نوع من التدليك في الجزء ده، فهتبدا بقى الجيوب الانفيه تفتح معاك، وبالتالي الموضوع انت هنا تفتح المنطقه دي فتركيزك بيزيد، لان احنا بنتكلم هنا على تنميه التنفس. طبعا ده كان من فتره الفيديو ده، وكان عامل ما شاء الله 900 مليون و700 الف، ودي من الفيديوهات بالنسبه لي اللي انا بعتز بيها، وكانت من الفيديوهات القويه. بقى هنا بقى ايه، خليت عنوانها ايه، هتشدها لانفك يعني او مناخيرك لفتح مناطق الانف للتنفس السليم. طيب هنا بقى عملنا عنوان والمحتوى ماشي مع فاحنا دلوقتي بنتكلم هنا، طب هل التمارين دي مهمه لمين؟ لاي مدرب، لاي استاذ في الجامعه، لاي طالب، لاي مذيع، لاي واعظ، لاي محامي، اي حد بيقف يتكلم قدام الجمهور، قدام الكاميرا، قدام المايك، الفويس اوفر، كل الحاجات دي بتبقى مهمه ليه. طيب ده التمرين اللي بعده. طيب خلينا بقى هنا التمرين مهم لتقويه عضله اللسان. لما نيجي نقوي عضله اللسان، يعني اسالوا الناس اللي ربنا يا رب يشفي كل طفل يا رب عنده طفل عنده مشكله في اللثغات او في مشكله عنده في تاخر النطق، لما يروح لاخصائي تخاطب بيمرنوا على الحاجات دي، بيتمرن على. فاحنا لما بنيجي ندرب الناس على الثقه فبنخليه يعمل التمارين ده، بعيد ان ده بيدي الثقه اصلا وخليه نوع من الهزار والكوميديا، لكن اللسان عضله زيها زي اي عضله في جسمك، لازم تسخنها قبل اللقاء، ده اللي بيخليك تتكلم ولسانك يبقى فيه طلاقه. فالتدريب يمين شمال وحتى الزغروطه لا 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 لا، الحاجات دي كلها حاجات علميه وعمليه. طيب هنا التمرين المهم لتقويه عضله اللسان لتحسين النطق. فهنا التيك توك شاف ان الفيديوهات دي اللي هي غريبه شويه، يعني محتوى بيتقدم بطريقه غريبه، بالاضافه للكومنتات والاكسبلور والحاجات دي بيخلي الفيديو يطلع ترند. يعني كانوا التقوا بيا في جريدة اليوم السابع، لان حسوا ان انا بعمل الفيديوهات الحلوه وعملت اكسبلور وممكن يعملوها الاطفال في بيوتهم باقل الادوات. فكنا بنجيب في الفيديو اللي هو حاجات كده هتلاقوها برضو موجوده على التيك توك عندي، على يعني مثلا المصاصه، وبنستخدمها. اوريكم المصاصه، ادي المصاصه. اهلا بكم. تمرين جديد من تمارين اعضاء النطق هو تمرين عضله اللسان. التمرين ده هيقضي على التأتأة، هيقلل التلعثم، كمان هيساعدك على انطلاق اللسان اثناء الالقاء. جربوه دول. طيب جميل جدا. ده فيديو، تعالوا نشوف الفيديو ده. انا عايز اعمل ده الفيديو ده هقول لك من امتى. ده الفيديو يا شباب من كام؟ من 20 ساعه، يعني ما عداش عليه يوم، لسه عامل 28000. طبعا 28000 حاجه حلوه مش حاجه وحشه. طب انا هنا عايز اتدرب على الشفاه، فكنت موجود في الشغل قلت بقى ايه، اركب التروسيكل او اركب مكنه موتوسيكل فبيعمل بوم بوم بوم، ده زي. فانا عايز اوصل للناس ايه، ان اعمل عندك تمارين الشفاه. طبعا تمارين الشفاه عن جهاز النطق مهم جدا في الالقاء كده. طب انا مش الهدف ان انا اركب المكنه، انا الهدف ان انا اوري للناس قد ايه الشفايف مهمه جدا في تسخينها، لما اقعد اسخنها قبل الالقاء. التمرين ده مهم جدا للشفاه، وده من الاعضاء المهمه جدا لجهاز النطق. طيب انا كده بحاول ان انا كاني ايه بقى، ده تحليل فيديو، بحاول ان انا اوصل المعلومه للجمهور بطريقه سهله. اذا يبقى عندك محتوى قوي، محتوى خاص بيك، قدمه بطريقه، اقعد كده اعمل عصف ذهني لنفسك، الفيديو ده قدمه بطريقه ازاي، يكون في كرييتيف، الموضوع فيها ابداع شويه.
واخدين بالكم فيها؟ هوريكم فيديوهات تانية. يبقى اذا دلوقتي عشان تنتشر على السوشيال ميديا وفيديوهاتك تبقى اكسبلور، انت محتاج ان انت تقدم المحتوى بتاعك بطريقه غريبه شويه. الحاجه التانية يكون عنوان الفيديو يشد ويعبر عن